في كرة القدم في لحظات بتفضل عايشة في الذاكرة، بطولات بتتحكي جيل من بعد جيل، والبطولة اللي هنحكي عنها النهاردة واحدة من البطولات دي. دراما، إثارة، لحظات مجد وانكسار، والختام سيناريو محدش كان يقدر يكتبه. الأهلي في رحلة البحث عن المجد والحفاظ على اللقب، والمنافس كان على بعد دقائق من حلمه الأكبر. لكن كرة القدم عندها قوانينها الخاصة، فاستعدوا لأن اللي هتشوفوه دلوقتي مش مجرد بطولة، دي واحدة من أعظم القصص في تاريخ الكرة الأفريقية. حكاية فريق صنع المجد وخصم ما استسلمش لآخر ثانية، رحلة بدأت في الأدوار التمهيدية وانتهت بليلة لا تنسى من قلب رادس. حكايتنا النهاردة مع بطولة من أقرب البطولات لقلوب الأهلاوية كلهم، دوري أبطال أفريقيا 2006، وهدف أبو تريكة في الصفاقسي في البلاس 90. فيلا حضر حاجة تشربها وتاكلها، ده في حالة إنك بتتفرج بعد الفطار، ويلا بينا نبدأ الحدوتة. بس قبل ما نبدأ خلينا أعرفكم عن البلاي ليست الجديدة، بلاي ليست حدوتة بطولة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. وإن شاء الله بدون مقاطعة ربنا يقدرني إن نعمل 4 فيديوهات في الأربع أسابيع بتوع رمضان، وهنحكي فيهم عن أهم 4 بطولات أفريقية في تاريخ النادي الأهلي. وهنبدأها النهاردة إن شاء الله ببطولة 2006 وهدف تريكة في الصفاقسي. وعايزكم كمان تنزلوا تقولوا لي في الكومنتات إيه أهم 3 بطولات تانية بعد بطولة 2006 عايزيني إن أطلع أتكلم عنها وأحكيها، بحيث تكون في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. بالمناسبة أنا عارف هعمل عن إيه وكده، بس عايز أعرف رأيكم برضه. فقبل ما نبدأ بقى ما تنساش لايك وسبسكرايب في القناة، وأهم حاجة زر الجرس خليه على كل الإشعارات، واكتب لنا كومنت لذيذ كده وشيل الفيديو في كل مكان، عايزين نكبر عيلتنا. وهتلاقيني سايب لك في الديسكربشن لينك التيك توك، بنزل هناك معلومات سريعة بشكل شبه يومي، وفولو انستا بالمرة، وصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا فلنبدأ. يوم السبت 18 مارس 2006 الاهلي حامل اللقب بيفتتح مشواره في البطوله بدور ال 32، وبيقابل فريق تذكر الكيني على ملعبه، وبيقدم مستوى هايل وبيفوز 2-0 بهدفين لعماد متعب، جون في الدقيقه 8 وجون في الدقيقه 78. والبدايه خير اهي عشان يجي الاهلي في ماتش العوده يوم الجمعه 31 مارس في استاد القاهره، وبيدق حصون تذكر الكيني بثلاثيه نظيفه. اولهم في الدقيقه 27 هدف لاسامه حسني من ضربه ركنيه، وفي الدقيقه 81 محمد عبد الوهاب الله يرحمه هدف جميل جدا من ضربه حره مباشره بيشوطها بشماله ولا اروع وبتسكن الشبكه. والهدف الثالث في الدقيقه 92 البديل وائل رياض اللي بيستلمها من اسيست للمتالق محمد عبد الله، وبيلمها وبيشوطها زي الباكورد كده بس حاجه على خفيف. وبيصعد الاهلي لدور ال 16 بفوز بمجموع الماتشين 5-0، عشان يوم الاحد 23 ابريل بيقابل فريق رينيسيمنتو الغيني في غينيا، وبينتهي اللقاء هناك 0-0. وفي العوده يوم السبت 6 مايو وعلى استاد القاهره بيفتتح التسجيل في الدقيقه 18 عماد النحاس بعد عرضيه من اسامه حسني، الدفاع بيشتتها غلط بتروح لمحمد شوقي اللي بيصلحها بدماغه لعماد النحاس عشان يركنها بيمينه في الشبكه. الجون الثاني في الدقيقه 25 عرضيه ولا اروع من محمد عبد الوهاب الله يرحمه بالمقاس على راس عماد متعب اللي بيشوطها بدماغه شومه في المرمى. الجون الثالث في الدقيقه 40 حسن مصطفى من على حدود منطقه الجزاء بيلعبها لعم الناس متطرفه جوه منطقه الجزاء اللي بيلمها بيمينه ويرقص المدافع ويشوطها بشماله في البعيده، جون ولا اروع في سقف الشبكه بتتقطع، عشان في الدقيقه 45 محمد ابو تريكه بيعملها بينيه جميله جدا وسط المدافعين لاسلام الشاطر اللي بيلعبها عرضيه ارضيه في ظهر المدافعين، وما بتلاقيش غير متعب وبشماله بيقطع الشبكه. وبتنتهي المباراه بفوز الاهلي برباعيه نظيفه مع الرأفه، وبكده بيعدي من الادوار التمهيديه مسجل 9 اهداف وما استقبلش ولا هدف، شباك نظيفه تماما. وبيصعد لدور المجموعات والقرعه بتوقعه مع الصفاقسي التونسي وشبيبه القبائل الجزائري واشانتي كوتوكو الغاني، يعني مجموعه غايه في الصعوبه بجد. ولكن خد بالك الاهلي يبقى الاهلي، هو حامل اللقب في البطوله الاخيره، وتشكيلته كلها دوليين فازوا افريقيا، وده كان دافع قوي جدا للعيبه وبيأثر على الخصم بالسلب. بيبدأ الاهلي مشواره في المجموعات يوم السبت 15 يوليو قدام الصفاقسي التونسي في ملعب رادس، ولكن للاسف الاهلي بيقدم اداء سيء جدا وبينتهي اللقاء 1-0 للصفاقسي. المباراه الثانيه يوم السبت 29 يوليو وعلى استاد القاهره بيقابل شبيبه القبائل الجزائري، احمد صديق بيفتتح التسجيل في الدقيقه 36 من ضربه حره مباشره ولا اروع، وفي الدقيقه 44 احمد صديق ياخدها وبيمينه بيشوطها بتخبط في القائم الايمن للحارس وشكلها جميل جدا، وبترتد للقناص اسامه حسني قائد الفريق اللي بيكمل عليها وبتسكن الشبكه. والمباراه بتخلص على كده 2-0 للاهلي، عشان يوم الاحد 13 اغسطس في الجوله الثالثه الاهلي بيتعادل سلبي مع اشانتي كوتوكو في غانا، عشان في الجوله الرابعه يوم السبت 26 اغسطس الاهلي بيلعب اشانتي كوتوكو في استاد القاهره، وبيفتتح التسجيل محمد ابو تريكه في الدقيقه 6 من ضربه جزاء حصل عليها اسامه حسني، وفي الدقيقه 10 ابو تريكه من تاني بيرقص باليمين وبيلعبها عرضيه جميله جدا برجله الشمال بالمقاس على راس محمد شوقي اللي بيحطها في الشبكه من غير ما يترد. وفي الدقيقه 16 ثرو باص امامي بتنزل في منطقه الجزاء قدام ابو تريكه اللي بيلعبها بدماغه لاسامه حسني اللي ما بيجليش وبيشوطها صاروخ في المرمى، واللي خلى تشوبير يقول وقتها 3 اهلاويه حلوين في مرمى كوتوكو الغلبانين. 3 اهلاويه حلوين في مرمى كوتوكو الغلبانين. عشان
بعدها باقل من دقيقتين كره طويله زيها بتنزل لاسامه حسني اللي بيخترق من قلب الدفاع، بيهرب من المدافعين، بيلعبها بالكعب لامادو فلافيو واللي بيسجلها في الزاويه الضيقه، وبتخلص المباراه برباعيه مع الرأفه. يوم السبت 9 سبتمبر مباراه الصفاقسي في القاهره، الدقيقه 29 بتيجي ضربه حره مباشره، وكالعاده عم الناس بيخش يشوطها في المرمى بشكل ولا اروع على راي كابتن شوبير. عشان في الدقيقه 42 طارق السعيد بيلعب عرضيه بشماله على راس فلافيو بالمقاس وبيسجلها في الشبكه لحد قبل نهايه المباراه. وفي الدقيقه 84 طارق الزياتي بيجيب جون للصفاقسي وبتخلص مباراه 2-1. عشان يوم الاحد 17 سبتمبر اخر مباراه في دور المجموعات، الاهلي بيلعب شبيبه القبائل في الجزائر، وفي الدقيقه 14 محمد ابو تريكه بيفتتح التسجيل باسيست من فلافيو بعد ما كان فلافيو منفرد بالمرمى. وفي الشوط الثاني وتحديدا الدقيقه 62 بتيجي ضربه جزاء لشبيبه القبائل وبيسجلها اللاعب عمر دابو عشان تكون النتيجه 1-1. ومن الاداء كده فالاهلي في خطر، عشان في الدقيقه 83 وفي غفله من دفاع النادي الاهلي عمر دابو بيسجل الهدف الثاني وهدف التقدم في اللقاء، وكده رسمي الاهلي في خطر. الاهلي محتاج هدف عشان يصعد. وقبل نهايه المباراه بثواني وتحديدا في الدقيقه 95 بتحصل حاجه غريبه جدا. طارق السعيد بيرفع عرضيه من ناحيه اليمين بتيجي على راس امودو فلافيو اللي بيسجل هدف التعادل، ولكن هنا الحكم بيحسب ضربه جزاء بسبب ان في اعاقه ورا امادو فلافيو. كان تقريبا ابو تريكه اللي حصل معاه الاعاقه حاجه زي كده، بس مش مهم، ما هو كده كده ابو تريكه اللي هيخش يشوطها. وده معناه ايه؟ ان الكره جت والاهلي خلص الماتش 2-2 والحمد لله صعد من ادوار المجموعات، ولكن المركز الثاني والصفاقسي صعد المركز الاول عشان يصعد لنص النهائي اللي مباراه الذهاب اتحدد يوم الاحد 1 اكتوبر. وعلى استاد القاهره الاهلي بيقابل اسك ميموزا الايفواري. وفي الدقيقه 23 عرضيه من ناحيه الشمال من طارق السعيد بيسندها اسلام الشاطر لابو تريكه اللي ما بيستناش وبيسكنها في الشبكه ويعلن عن الهدف الاول للنادي الاهلي. وفي الدقيقه 38 طارق السعيد تاني بيلعب عرضيه بالمقاس على دماغ عماد متعب، وبتنتهي مباراه الذهاب بكده بفوز الاهلي بثنائيه نظيفه، وبيها بيحط قدم في النهائي. عشان نروح ليوم الاحد 15 اكتوبر وفي كوتيفوار مباراه العوده، وفي الدقيقه 39 فلافيو بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي عشان بيقتل احلام الفريق الايفواري تماما قبل ما ديدي ياكونان يسجل هدفين للفريق الايفواري، هدف في الدقيقه 59 وهدف في الدقيقه 74. ولكن الهدفين ما كانوش كافيين للصعود، والاهلي بيصعد بمجموع الماتشين 3-2. كده الاهلي رسمي في النهائي. طب هيقابل مين؟ هيقابل الصفاقسي التونسي عشان تيجي مباراه الذهاب يوم الاحد 29 اكتوبر وفي استاد القاهره. وحرفيا المباراه دي مليانه فرص ضايعه من اول دقيقه للنادي الاهلي، فرص بتضيع بشكل غريب جدا من فلافيو وعماد متعب، كور في العارضه، كور بتيجي فوق العارضه، الحارس بيصد، الدنيا غريبه في الماتش ده، غير مطالبات الاهلي بالحصول على كذا ضربه جزاء. لحد الدقيقه 27 ضربه حره متطرفه من نص ملعب الصفاقسي، ابو تريكه بيلعبها كعرضيه بتعدي من فلافيو وبتعدي من الحارس بتاعهم وبتسكن الشبكه، معلنه الهدف الاول للنادي الاهلي في النهائي باقدام امير القلوب محمد ابو تريكه. وبعدها كملوا سلسله الفرص الضايعه في الماتش، ولاعيبه الصفاقسي عماله تضرب في لعيبه الاهلي، والحكم مساعدهم على ده لانه ما بيديش انذارات بسهوله. يا راجل ده في فاول اتحسب للاهلي في نص ملعبه تقريبا، لف وادى انذار لوائل الجمعه، هو حسب الفاول للاهلي بس ادى انذار لوائل الجمعه، يعني حتى شوبير كان مستغرب قوي وقتها. ما اعرفش الحكم ادى ايه، ادى لوائل الجمعه انذار. وبعدها في فاول تاني شوبير بيتريق عليه وبيقول فاول ومحضر صغير في الاسم، يعني ماتش غريب من كل النواحي. كمل دخل على 2 صغير كده في الاسم. ولكن انتوا عارفين المقوله اللي بتقول لك اللي يضيع يستقبل، على راي كابتن ايمن الكاشف. وفعلا في الدقيقه 53 بيخترقوا دفاعات الاهلي، بتتعمل عرضيه ارضيه بتعدي من الحضري وبتوصل لفريمبونج وبيسجلها في الشبكه، والمباراه بتفضل بنفس السيناريو تضييع الفرص على كده عشان تخلص المباراه 1-1. والتعادل ده في صالح الصفاقسي بطريقه كبيره جدا. يعني ليه؟ عشان لما يروح لرادس هم مش محتاجين غير تعادل سلبي بس، يعني هم محتاجين ان هم يقفوا ال11 قدام المرمى، تخلص المباراه تعادل سلبي، يرفعوا الكاس ان ما سجلوش اهداف، يعني عشان طبعا جابوا جون في القاهره وقاعده الجون بجونين والحوارات دي. عشان نروح ماتش العوده يوم السبت 11 نوفمبر، الجمهور 60,000 متفرج في المباراه بيرفعوا تيفو لاعب من النادي الاهلي او فرعون، يعني بمعنى اصح بيسلم الكاس للاعب الصفاقسي. واللي اتقال بعد كده على لسان كابتن شادي محمد ان التيفو ده لما شافوه اداهم دفعه معنويه اكتر، ان مش لعيبه الاهلي اللي تسلم الكاس لحد. وطبعا برده مباراه الذهاب كان الاستاد متقفل. بتبدا المباراه في الدقيقه 6 شوطه حلوه من امادو فلافيو، لمح كده بطرف عينه الحارس متقدم، قال لك يلعبها لوب، ولكن بتحف في سقف الشبكه وتخرج بره. وبيبداوا لعيبه الصفاقسي يهاجموك عشان بيحسوا بالخطوره وان الاهلي جاي عايز يفوز وعايز ياخد البطوله، وهم كمان بيضيعوا فرص. خد بالك عشان في الدقيقه 47 من الشوط الثاني بيسجلوا هدف ولكن بيتحسب اوفسايد، والصراحه الكره ما فيهاش حاجه، بس الحمد لله جت من عندهم. كده كده خدها قاعده على راي اسلام مهدي، طول ما انت بتتعامل مع القاره دي ومع الاشكال دي سواء زمالك بيراميدز او سواء حد في افريقيا، فالخطا التحكيمي اللي ليك افرح بيه عادي جدا، لان هم اصلا يعني اغلب بطولاتهم اخطاء تحكيميه وده مش موضوعنا. المهم في الدقيقه 51 كره بين تريكا ومتعب بيلعبها لفلافيو اللي بيشوطها بس الحارس بيصدها وتطلع كورنر، وبعدها غلطه من دفاع الاهلي خطيره، بتيجي الكره اللاعب
الصفاقسي اللي بيشوطها والجون فاضي ولكن مش في اتجاه المرمى وبيطلعها دفاع الاهلي. وفي الدقيقه 58 واحده من نوادر حسام عاشور، متعب بيصلح له الكوره بيستلمها ويشوطها صاروخ في المرمى، بس الحارس بيصدها عشان بعدها الحضري يشيل الاهلي في كام كوره. في الدقيقه 69 اوفر من ناحيه اليمين على دماغ متعب، بيطلع لها كويس جدا وبيلعبها كويس جدا، ولكن الحارس متمركز كويس جدا وبيمسكها. عشان في الدقيقه 78 فلافيو بياخد الكوره من بره منطقه الجزاء بيشوطها صاروخ في المرمى، لكن من حظه السيء انها بتخبط في العارضه وبترتد المتعب وبيمسكها الحارس. في الدقيقه 86 برضه فلافيو بيستلم ويشوط، ولكن الحارس بيطلعها ركنيه. هم حاسين بخطوره جدا من ناحيتك، انت عمال تضيع فرص كتير وهم بيضيعوا وقت كتير جدا، والجمهور بيبدا يحتفل مع نفسه واللعيبه بتبدا تحيي الجمهور وتبدا انها تستهتر بلعيبه الاهلي وتقول لك خلاص البطوله كده في ملعبنا. ولكن زي ما بنقول دايما لا تامن مكر الاهلي. يعني ايه؟ يعني ما تحتفلش باي بطوله طول ما انت بتلعب الاهلي الا بصفاره الحكم. ده مش كده بس، ده كمان لما الحكم يخرج ولاعيبه الاهلي تخرج بساعتها ابدا احتفل. ليه بقى؟ عشان في الدقيقه 91 شادي محمد بيلعب اوفر طويل من اوفراته من نص ملعب الاهلي اللي بتنزل على دماغ عماد متعب، يلعبها لفلافيو اللي بيصلحها تصليحه ولا اروع، لابو تريكه اللي ما بيستناش تنزل بس على الارض ولا يستلمها ولا اي حاجه، بشماله بوم في المرمى على طول من غير ما يفكر في الزاويه الضيقه. رجل تريكه بتسكت جمهور الصفاقسي كله، ال60,000 متفرج كلهم ما بنسمعش غير صوت صرصار الحقل يعني الصراحه، ومش بنسمع غير احتفالات لعيبه وجهاز النادي الاهلي بالهدف اللي بيه خلاص بيقتل احلام دوله باكملها، وفرحه ما بعدها فرحه تحسها تقديرا للي حصل طول البطوله. وبعدها لعيبه الصفاقسي بقى بعد ما كانوا بيضيعوا وقت طول الشوط الثاني بقوا هم اللي بيجروا ورا اي كوره وبيلتحموا مع لعيبه الاهلي وبيعملوا فاولات وبيحاولوا انهم يتعدوا في اي وقت، بس خلاص الحكم بيصفر وبيعلنها رسمي، الاهلي يفوز بالبطوله الخامسه في تاريخه للمره الثانيه على التوالي بعد بطوله 2005. واللعيبه بتهدي الفوز ده للمرحوم محمد عبد الوهاب ربنا يرحمه اللي مات اثناء احداث البطوله، ويعني مات في نص الموسم ده، فيا ريت كلنا ندعي له بالرحمه هو ولكل اموات المسلمين جميعا ان شاء الله. وبس كده يا سيدي، انتهت اول حكايه بطوله في شهر رمضان، وهي حكايه بطوله دوري ابطال افريقيا 2006. وانت كمان ما تكسلش وانزل اكتب لنا في الكومنتات عايزنا نتكلم تاني عن اي بطوله تانيه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. ما تنساش بقى لايك وشير وسبسكرايب وزرار الجرس واعمل لنا كومنت لطيف شبهك وشير الفيديو في كل مكان عشان عايزين نكبر بعيلتنا باذن الله. وهتلاقوا لينك التيك توك في الديسكربشن، بنزل هناك معلومات سريعه ان شاء الله بشكل شبه يومي. وروحوا الانستا بالمره واعمل فولو. وبس كده، كان معاكم عمر هاني من قناه حدوته من المدرج. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. سلام.